الزمالك لو نزل لعب قدام الاهلي بنفس الاسلوب والطريقه قدام بيراميدز هيخسر. الاهلي اكثر تنظيما من بيراميدز في الماتشات الاخيره بالنسبه للهجوم. الاهلي في الماتشات الاخيره واضح ان هو عنده تطور في المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي وفي نص الملعب. بقى في مدير فني عارف ينظم وعنده رؤيه وبيقف على الخط فاهم وعرف اماكن اللعيبه وقدر يوظفهم. وبدا ان بقى في يبان جمل تكتيك في الملعب وفي هجوم. الاهلي ما كانش عنده الكلام دوت من 4 5 ماتشات فاتوا. الزمالك كان واضح جدا ان هو نازل يدافع من اول دقيقه قدام بيراميدز، وده واضح جدا ان ما كانش فيه كثافه هجوميه للزمالك او كان في فرص متتاليه او بغزاره تبين ان الزمالك نازل اصلا عشان يكسب. احمد عبد الرؤوف شابوه على ادارته للمباراه، لكن كان ممكن يخسر الماتش في اي وقت لان هو كان نازل بيلعب اساسا على التعادل. لكن الحظ كان حليفه، وهو كانت ادارته يعني مترويه للماتش والتبديلات كانت فارقه شويه في الملعب، وده ظهر بجد ويعني وبنحييه على ادارته للمباراه. لكن لو بنفس النهج قدام الاهلي هيخسر قدام الاهلي. دي كانت وجهه نظري المتواضعه، وان شاء الله نتقابل بعد الماتش نتكلم فنيا عن النتيجه. لكن انا في رايي المتواضع ان الاهلي هيكون اقرب للفوز. ان شاء الله بارك للاهلاويه بعد المباراه، واشوفكم ان شاء الله على خير. كان معاكم ميدو الصباغ. السلام عليكم.